السلام عليكم ومرحبا بكم في الجزء الثاني ديال مستجدات قانون المالية 2023 واللي غنتكلموا فيه على لا تيفيا ولياس الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة. بالنسبة للناس اللي ما شافوش الجزء الأول واللي كنت تكلمت فيه بالنسبة للمستجدات ديال الضريبة على الدخل والضريبة بالنسبة لي زوتو انتربرونور أو المقاولين الذاتيين، فهو نخليه هنا لتحت في الديسكريبسيون. بالكل شيء الا كنتي كتفرج في لا فيديو ما دايرش ابوني ما تنساش تابونا في القناه باش يبقى يوصلك كل جديد. بالنسبه للجديد ديال قانون الماليه 2023 فيما يخص الضريبه على الشركات، فهو المحاوله ديالو انه يوحد لوطو او النسبه ديال الضريبه على جميع الشركات اللي كتحقق اقل من 100 مليون درهم. بحيث في قانون الماليه القديم كانوا الشركات موزعين على دي ترانش حسب نسبة الأرباح اللي كيحققوا، وكانت كل ترانش خاضعة لواحد لوطو معين. قانون المالية الجديد غيحيد هاد لي ترانش كاملين وغيجمعهم في الشركات اللي كتحقق قل من 100 مليون ديال الدرهم ديال الأرباح. غتولي تخلص ضريبة موحدة اللي هي 20%. هاد الشيء غيجي بطريقة تدريجية أو بروغريسيف، يعني كاينين شركات اللي غيتزاد ليهم لوطو وكاينين شركات اللي غيتنقص ليهم هذاك لوطو على حسب لا ترونش فاش كانوا في قانون الماليه القديم. باش نوضحوا اكثر هاد الهضره وندويو بالارقام، فالشركات اللي كانت كتحقق ارباح اقل من 300 الف درهم كان واجب عليها تخلص في الياس واحد 10%، لكن مع قانون الماليه الجديد غتخلص مثلا في هذا العام اللي هو 2023 غتخلص 12.5%، وفي 2024 غتخلص 15%، في 2025 غتخلص 17.5%، وفي 2026 غتخلص هذاك لوطو اللي هو 20%، اي بزياده غتبدا تزاد كل عام 2.5% باش في نهايه 2026 تخلص هذاك لوطو الموحد اللي هو 20%. دابا ندوزو لا ترونش الثانيه او الشركات اللي كتحقق ارباح ما بين مليون و100 مليون ديال الدرهم. هاد الشركات كتصنف او كتنقسم لجوج ديال الاصناف حسب لاكتيفيتي ديالها او النشاط ديالهم. كاينين شركات الخدمات او لي سوسيتي دي سيرفيس اللي كانوا كيخلصوا في قانون الماليه القديم 31%، وكاينين الشركات الصناعيه اللي كانوا كيخلصوا قبل 26%. فهاد الشركات اي بداو يهبطوا بالتدريج او بروغريسيف كل سنه باش في نهايه 2026 يوصلوا هذاك اللوطو الموحد اللي هو 20%. دابا ندوزو لنوع اخر ديال الشركات او الشركات اللي كتحقق ارباح اكثر من 100 مليون ديال الدرهم واللي كانوا كيخلصوا في قانون الماليه القديم واحد اللوطو ديال 31%. في قانون الماليه الجديد يخلصوا 35%، ولكن ماشي في نفس العام، يعني تاهما بنفس الطريقه يبداو يتزادوا بشوي بشوي باش في لافان ديال 2026 يخلصوا 35%. دابا ندويو على لي زاسيورونس او لي بنك، فتا هما غيتزاد ليهم هذاك لوطو ديال لياس غينتقلوا من 37% ل 40% بروغريسيفمون، يعني بنفس الطريقه كل عام شويه باش في 2026 يوصلوا هذيك 40%. دابا اخر نوع ديال الشركات او الشركات اللي كاينين في مناطق التسريع الصناعي والشركات اللي خدامين في القطب المالي ديال الدار البيضاء كازا فاينانس سيتي اللي كانوا كيخلصوا قبل 15% وغيدوزوا في قانون الماليه الجديد ل 20% تدريجيا، يعني بنفس الطريقه. دابا نتكلموا على لا كوتيزاسيون مينيمال او الحد الادنى للضريبه اللي بخلاصه هي هذاك المينيموم اللي يمكن يخلصه واحد الشخص خاضع سواء لياس ولا لياغ حتى الا ما حققش شي ربح. هاد لا كوتيزاسيون مينيمال كانت في القانون القديم 0.5، دابا هبطوها 0.25. دابا ندويو على لوطو روتوني على سورس بالنسبه للارباح او لي ديفيدوند اللي كتعطيهم الشركه لي زاكسيونير او الشركاء ديالها في اخر كل سنه، يعني بعد ما كتحيد الشركه كاع الحسابات ولي شارج اللي عليها كيشيطوا شي ارباح كتفرقهم على لي زاكسيونير. فقبل ما كياخذوا هاد الشركاء الارباح ديالهم كان كيكون قطيطه من المنبع اللي هو 15% واللي اصبح في قانون الماليه الجديد 10%. هاد الانتقال من 15 ل 10% حتى هو غيكون بطريقه بروغريسيف، يعني كل عام غينقصوا شويه باش في نهايه 2026 يوصلوا هذاك لوطو ديال 10%. دابا ندويو على لا تي في ا او الضريبه على القيمه المضافه، واللي ما عرفاتش بزاف ديال التغييرات من غير انه نسبه الضريبه غدوز من 10% ل 20% بالنسبه للمحامين المترجمين العدول الموثقين المفوضين القضائيين والبياطين.
دابا نتكلموا على اخر نقطه واللي كتخص لي بروفيسيون ليبرال. في 2022 كان عندهم واحد لا روتوني على سورس ديال 0%. يعني انت بروفيسيون ليبرال وخدمتي مع واحد المؤسسه، فهاد المؤسسه ما غادي تفيرسي للدوله والو قبل ما تخلصك وتعطيك فلوسك. لكن في قانون الماليه 2022 فغيكون فرق بين انك تخدم مع بيرسون فيزيك مورال او تخدم مع الدوله. مثال خدمتي مع الدوله، بالنسبه للناس اللي غيخدموا لي بروفيسيون ليبرال اللي غيخدموا مع الدوله، فغيولي عندهم واحد لوطو ديال غوتوني على سورس ديال 5%. يعني المؤسسه قبل ما تخلص غتفيرسي واحد 5%، تعطيها الليطه عاد غتعطيك نتايا فلوسك. على عكس انك تخدم مع بيرسون فيزيك او لا بيرسون مورال، فولا عندك واحد لوطو ديال غوتوني على سورس ديال 10% نو ليبيراتوار. هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو. كنتمنى نكون توفقت وشرحت هادوك النقاط وهادوك التغييرات الكبار اللي عرفوهم هاد لا لوا دو فينونس ديال 2023. ما تنساوش تابوناو في القناه وتخليو لي الاراء والاسئله ديالكم في كومونتير.